اول نقطة هحب وضعك دلوقتي، علشان الوضع ده لو اجتهدت فيه ونجحت فيه بكرة لما توصل الكل هيسألك وصلت هنا ازاي وعملتها ازاي، وهنا تحس فعلا بطعم تعبك وطعم النجاح يمكن اكتر من انت وصلت مثلا لطب او وصلت لهنا. لما يجي حد مثلا يقولك طب انت بتعمل ايه في الفيزياء، بتعمل ايه كنت في الكيمياء، فانت بتحس انه انت شخص موثوق فيه انه يتاخد منه نصيحة، فده شعور لا يوصف رقم 2 الظروف الصعبة. الظروف الصعبة اللي ممكن تواجهك كطالب في ثانوية عامة، مثلا زي مشاكل في البيت، مشاكل الأهل، مشاكل مع الأصدقاء، مشاكل في الإنترنت، مشاكل في الشبكة، مشاكل في مثلا صحية نفسية، حد توفى، في تعطيلات. دايما السنة مش جاية خالية يعني من كل المشاكل، عشان هي عارفة ان انت طالب سنة ومحتاج وقت ومحتاج تركيز ومحتاج اهتمام ومحتاج دعم نفسي كل واحد فينا لو قاعد يحكي قصته وظروفه للتاني صدقوني هيبكي الحجر. طيب نتعامل مع الظروف الصعبة اللي بتواجهنا او المشاكل اللي بتواجهنا او الظروف ايا كانت ايه هي اللي بتواجهنا، نتعامل معاها زي نكون عندنا مرونة. المرونة بتغلب الصعوبة، بتغلب العراقيل والصعوبات. لما تكون مرن يعني انت بتعرف تتعامل، يعني حاجة صعبة انت بتعرف تعدي وتكون مرن فيها وتعدي، حاجة مش قد كده بتعدي، كله بيتعدي. خليك مرن علشان المرونة تخليك تعرف ازاي تتعامل مع الظروف مش توقفك. خليك مرن علشان المرونة بتخليك قادر تتعامل مع الظروف، ودي اهم صفة لازم تتعلمها، انك تكون مرن. فبس ما تخليش الظروف توقفك او تعطلك او تخليك محبط انه انت وضعك مش احسن حاجة، ووضعك يعتبر معدوم بالنسبة لناس تانية عندها كل الامكانيات وكل الحاجات، وانت مش متوفر لك حتى دعم نفسي، دعم اسري، دعم في البيت مش متوفر لك. كتير من الناس انت متعرفش هي وصلت دلوقتي وهي كمان ما كانش عندها ربع اللي عندك، فاحمد ربنا وخليك مرن. وخليها رقم 3 اللي هديها 10 من 10 مبدئيا، علشان انا مكنتش اعرفها من زمان، لسه عارفاها قريب. فالنصيحة دي انه مثلا انك انت تذاكر كطالب، تذاكر وتجتهد وتجيب مجموع صعب، وكمان انك تفشل صعب بالنسبة لك، يعني انك تنجح صعب وانك تفشل برضو صعب، فانت اختار الصعب اللي انت تقدر تتحمله تقدر تحبه. فكر فيها انه انت تفشل صعب، وان انت تنجح وتذاكر وتجتهد وتسهر صعب، بس اختار الصعب اللي انت تعرف تتعايش معاه وتعرف تحبه، هو اكيد الاولاني. فعلشان كده انا بطلب منك دايما انك تكمل وتكون مرن. والله الظروف كلها انا عندي علم بيها، وانت ما تعرفش يمكن عديت باصعب من الظروف دي. نصيحة رقم 4 انه التعب والمخاطرة والجهد دلوقتي افضل بكتير من الندم بعدين. يعني ان اتعب دلوقتي وان اجتهد دلوقتي وان اذاكر دلوقتي افضل من مثلا اندم يا ريتني انا كنت ذكرت، يا ريتني كنت سمعت كلامي، كلام نفسك. انت اصلا جواك ضمير حي دايما. النفس يا جماعه لما بتلاقيك عطلت بتقعد تجلد فيك، دي معروفه يعني. يا ريتني كنت تبعت كلام مثلا فلان، يا ريتني كنت ذكرت زي فلان. ما هو فلان ده ما كانش شاطر وما كانش قدي في المجموعه وما كانش بيعرف يتكلم ولا مثلا يجاوب ولا يعمل، انا اللي كنت اشطر منه. ليه وصل ازاي وصل؟ فانا يا ريتني. دي الحالة اللي هتكون فيها لما تحس بالندم بعد فوات الاوان. فنصيحة مهمة انه اتعب دلوقتي وخاطر دلوقتي وقاوم كل حاجة دلوقتي علشان ما تندمش بعدين. شعور الندم بعد ما الحاجة خرجت بره ايدك صعب جدا لا يوصف. تمام. نصيحة رقم 5 دي اديها 1,000,000 من 10، يعني مش 10، دي 1,000,000 من 10. موضوع الثقة. دايما واحنا في خلال الدراسة في الثانوية العامة دايما ما عندناش ثقة انه مثلا هقدر، ما عنديش ثقة ان انا هعرف اعمل ده او هعرف اخلص المتراكم ده في الفترة اللي انا محددها. ما عنديش ثقة في ان انا مثلا ممكن انجح في الامتحان ده او اجيب درجات احسن في الامتحان ده. ما عنديش ثقة اصلا في مجهودي ان هو ممكن يوصلني للحاجة اللي انا عايزها. يعني انا ما عنديش ثقة. حلو. وانا ما كانش عندي وكل الناس ما كانش عندها. بس تعال ناخد تراك بسيطة كده. دلوقتي وانت خارج الصبح رايح الدرس او الكورس او الحصة، بتركب في العربية ميكروباص صح او تاكسي او ايا كان، انت واثق في الشخص اللي ركبت معاه؟ واثق ان هو سواق كويس؟ لا. ركبت ليه؟ انت لما تروح مطعم تعرف الشيف عمل الاكل ازاي؟ لا. وثقت وكلت من اكله ازاي؟ ما هو انت ما تعرفش هو ممكن يكون حاطط لك ايه في الاكل، لكن انت بتروح تطلب بقلب مليان وبتاكل. لما تركب طيارة ان شاء الله في المستقبل، يعني انت شايف شهادات وخبرات الطيار ده؟ لا، لكن انت وثقت وركبت في الطيارة.
انت لما تروح تكشف عند الدكتور انت تعرف هو كان بيذاكر ازاي، بتعرف هو شاطر ولا لا، ما تعرفش حاجه. هو بيديك دواء وانت بتشرب الحاجه اللي هو بيديها لك بالظبط. يعني معنى كده ان انت قادر توثق في الناس، قادر توثق في الناس. وأول الانسان مش قادر ان هو يثق في نفسه وفي مجهوده وياخد قرارات من نفسه. مختصر، انت وثقت في الطيار، وثقت في سواق الميكروباص، وثقت في الشيف، وثقت في الصيدلاني، وثقت في ناس كتيرة خلال حياتك وانت ما تعرفهاش. طيب انت تعرف نفسك؟ اه، اثق فيها، اثق فيها شوية، اثق في اللي هي بتحاول تقدمه، بتحاول تعمله. ما تقللش من نفسك. خلي عندك ثقة شوية شوية في نفسك، زي ما انت بتدي الثقة للناس اديها شوية لنفسك. بس كده هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وبس كده، اشوفكم على خير، باي.